اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 يا عيلتي التانية واحلى اخوات في الدنيا. ربنا يبارك فيكم يا رب. انا مش بنزل فيديوهات عشان خاطر في الدراسة وكده، بودي بنتي الدرس وبجيبها، فما ينفعش ما بسيبهاش لوحدها. فانا يعني ما بنزلش فيديوهات كتير. ان شاء الله باذن الله هعمل معاكم النهارده الفاصوليا الخضراء. طريقتها حلوه قوي قوي سهله، مش بتتعمل فيها اي حاجه غير انك بس بتجيبيها وتغسليها وتتصفى من الميه كويس جدا. اهم حاجه تتصفى من الميه عشان كل نقطه ميه في الفاصوليا بتعمل تلج، فانتي لازم تنشفيها جدا، يا اما في فوطه المطبخ يا اما تسيبيها في المصفى، هي هتنشف لوحدها. انا جبتها حلوه قوي، لقيتها حلوه ب6 جنيه، جبت 3 كيلو. انا مش شايفاها من ميه تماما اهي، مفيش ميه خالص. وقطعتها، انت حسب التقطيع اللي انت بترتاحي في التقطيع قطعيها. انا قطعتها كده، انت بقى تختاري اي تقطيعه انت تحبيها. خلاص كده تمام. جبت نص كيلو جزر طبعا وقطعته، وجبت عليه 2 بطاطس وقطعتهم، فقلت اعمل شوربه خضار كده واركنها برضو في الفريزر، فبتبقى حلوه قوي قوي، بتنفع. خلاص كده تمام. انا هعبي في الاكياس زي ما قلت لحضراتكم. انت بقى حسب احتياج الاسره او حسب اعداد الاسره، افراد الاسره. انا انا بيقضيني نص كيلو. خلاص تمام. انت بقى عايزه ربع، عايزه اكتر، عايزه نص. هو كده خلاص تمام، حلو قوي. ده حوالي نص كيلو تقريبا يعني. هخلصهم بقى وهرجع لكم تاني. خلاص كده تمام. انا عبيت الفاصوليا، معايا 4 اكياس. هعمل انا شوربه الخضار معاكم. دي طبعا مكان الفاصوليا. انا كده كده. على فكره المصفات دي حلوه قوي قوي قوي، الواحده ب10 جنيه، انا جايباها. حلوه قوي قوي وعمليه. هقلبها كده. يلا ما تكسليش بقى، انزلي هاتي من عند بتاع الخضار. الفاصوليا كيلو ونص ب10، او انا جبتها ب6. خلاص كده يا بنات، انا عبيت الفاصوليا. هما ال3 كيلو يعتبر جم معايا 6 اكياس. انا هنا حاطه كل نص كيلو في كيس. ده جه زياده معايا كيس اكبر عشان خاطر طبعا انتوا شايفين انا حاطه الجزر والبطاطس. ما تقوليش البطاطس هتبوظ او هتسود، والله انا مجرباها ان شاء الله مش هيحصل لها حاجه. وده طريقه يعني سهله جدا جدا لو انت بتشتغلي او جو الشتا بقى، احنا منعرفش لسه الدنيا فيها ايه. لسه ربنا يعلم بقى ويسترها علينا من الموجة الجاية بتاعت كورونا دي. ولازم على فكرة عايزة اقولك الاكياس دي لازم تكون عندك موجودة في المطبخ. انا جايبة نص كيلو ب12 ونص. يعني هو فيه بيبيعوها ب30، بس انا عارفة محل بنجيب منه ب12 ونص على طول النص. خلاص كده تمام. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب للقناة. مع السلامة يا احلى اخوات في الدنيا واحلى متابعين.